لو منتخب مصر كمل كده تفتكر ممكن نعملها ونوصل للتالت أو الرابع؟ في حاجة لاحظناها الفترة الأخيرة إن منتخب مصر أخيرا بدأ يبان بشكل مختلف، وبدأنا نحس إننا بنقرب من إننا نرجع للدور ال16. السؤال هنا إيه اللي اتغير؟ مش بس لعيبة ولا خطة، اللي اتغير فعلا هو الروح والفكر. المرة دي احنا عندنا كابتن حسام حسن، وده مش مجرد مدرب، ده واحد مصري فاهم يعني ايه الجمهور المصري، فاهم احنا بنفرح بايه وبنغضب من ايه ونستنى ايه من المنتخب. الفرق في كابتن حسام حسن عن باقي المدربين انه مش بيتعامل مع المنتخب كأنه شغل وخلاص، لا ده بيتعامل كأنه مسؤولية بلد كاملة. حاسس بالضغط بس في نفس الوقت بيحوله لدافع، وبيحاول يرجع حاجة مهمة جدا كانت ناقصانا، الشخصية. مش بس كورة حلوة، لكن المنتخب عنده شخصية، عنده هجوم، عنده جراءة، وعنده إحساس إنه لازم يكسب. والأهم من ده كله إنه فاهم اللاعب المصري إمتى يحفزه وإمتى يضغط عليه وإمتى يخليه يلعب وهو واثق مش متردد. عشان كده احنا بنشوف منتخب مختلف، مش بالنتيجة بس لكن بالإحساس، ويمكن ده اللي خلينا نوصل للدور ال16. احنا طبعا امبارح كنا مستنين اننا نكسب، بس في نفس الوقت احنا لو ما كناش صعدنا وكسبنا ما كناش هنزعل من اللعيبة، لان احنا شايفينهم مجتهدين وبيحاولوا يعملوا احسن ما عندهم. ده الفرق بين الماتش ده والماتشات التانية. احنا فخورين اننا مصريين، وفخورين وبالمنتخب وبكابتن حسام حسن، فخورين اننا مصريين. Thank you for watching. أنا بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي، على شط النيل الهادي لك حبي وفؤادي، أما قلتها أنا وأجدادي، أنا حفظتها لولادي، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. أنا بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي، على شط النيل الهادي لك حبي وفؤادي، أما قلتها أنا وأجدادي، أنا حفظتها لولادي، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. أنا بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي، على شط النيل الهادي لك حبي وفؤادي، أما قلتها أنا وأجدادي، أنا حفظتها لولادي، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. أنا بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي، على شط النيل